تتخيل ان العربيه دي ام جي، يعني هي ولا منها معزه ولا منها جمل. الستيم انجن دي تلوث بيئي تدمر الكوكب. الدنيا دلوقتي بتشتي والمفروض ان انا رايح لحماية، راح اديله البتاعة دي. هي دي حاجة كده بتقص الزرع، لازم نروح نوديها له النهاردة. والدنيا كمان بتشتي، فدي مزاولة لان انا عايز اصور فيديو. الجو حلو مش ساعة. عايزين نروح نحط بنزين، هروح اجيب بنزين الاول وبعد كده هطلع لحماية. انا وصلت عند حماية ورايحين مكان دلوقتي. المشكلة انا مش عارف اصور، الدنيا بتشتي، فرب اعرف اصور لكم المكان اللي احنا رايحينه. احنا حاليا دلوقتي في الاتوبيس رايحين المكان ده. انا مش عارف المكان ده فيه ايه لان انا اول مرة اروحه، فهنروح ونشوف الدنيا فيها ايه هناك. فحماية قال لي تعالى معايا علشان معايا العربية طبعا. فاحنا رحنا ركننا العربية في مكان وخدنا الاتوبيس ده ببلاش، بياخدك للمكان اللي احنا رايحينه. في ناس هنا مثلا بتجيب موتوسيكلات او عربيات مثلا قديمه معاها حاجات يعني زي انتيكات بس لسه شغاله، فبيحطوها هنا والمفروض انت بتيجي بقى تتفرج عليها. وفي حاجات تانية بقى قدام شويه. فاحنا لسه داخلين المكان دلوقتي، بتدفع له فلوس طبعا، النفر ب5 باوند. بس انا يعني شايف ان يعني لغايه دلوقتي الحاجات دي حاجات عاديه، مش يعني حاجات تبهرك، بس ممكن نلاقي حاجات قدام تبهرنا ولا حاجة. فيلا بينا. معظم الأماكن هنا هي عبارة عن ماركت. كل اللي ورايا دول يعتبر ناس بتعمل حاجات معينة وبتيجي تبيعها هنا، لأن في ناس كتيرة بتيجي هنا تعدي، ففي ناس بتتفرج، ممكن تعجبك حاجة تشتريها. ففي حاجات كتيرة حلوة الصراحة موجودة هنا ممكن الواحد يشتريها، وفي حاجات أي كلام يعني. التيشيرتات دي برضو جميلة جدا، بس هي ايه غالية شوية، بس ألوانها جميلة. تيجي تشتري تيشيرت كده مميز حد عامله بإيده، فالتيشيرتات دي أنا عجباني. الكيسة دي ست اديتهاني، كانت الدنيا بتشتي، فاديتهاني اللي أنا أحط فيها الكاميرا عشان ما تبصش. فسيكشن أو قسم من الأقسام الموجودة هنا في المكان ده هي العربيات. انتوا شايفين العربية دي واحدة من العربيات القديمة جدا. طبعا انا مش عارف ايه الماركة بتاعتها. معظم العربيات ممكن تلاقي مكتوب لها تفاصيل اسمها ونوعها والانجن بتاعها كام سي سي وحاجات زي كده كتير. دي معروفة. حماية بيحب العربيات، حماية بيحب العربيات جدا. هامبر، فدي اسمها هامبر، اول ما اسمع الاسم ده. في عربية موجودة هنا والبراند بتاعها أنا بالنسبة لي لسه سامع عنه من حوالي مثلا 5-6 سنين. ما كنتش يعني أنا ماليش برضه في العربيات قوي، بس تتخيل إن العربية دي ام جي. دي العربية من جوه الام جي. دي شوية تحف موجودين هنا في انجلترا. في فيديو هعمله عن العربيات دي، بس مش العربيات دي بالذات. يعني في متحف موجود في عربيات قديمة جدا. هروح المتحف ده في بره وهوريكم العربيات كلها اللي موجودة هناك. في عربيات قديمة جدا وأقدم من العربيات دي ويمكن أحسن بكتير. يعني دي أصغر عربية شفتها في حياتي. دي عربية أطفال اسمها نوبل 200. العربية لها 3 عجلات بس. دي أغرب عربية أنا شفتها. عجلة من ورا وعجلتين من قدام. ففي عربيات غريبة وعربيات جميلة جدا. أنا بحب العربيات القديمة جدا. أنا هروح أدور على حماية أشوفه راح فين، إن أنا خلاص يعني شفت العربيات كلها. هما كام عربية؟ يعتبر حوالي 12 عربية ولا 15 عربية اللي هما حلوين يعني. أنا حاسس إن حماية بيدور عليا دلوقتي. يا حماية، في عربيات رايحة في داهية زي كده، ملناش دعوة بالعربيات دي. حماية ما بتسيبش حاجة غير لما يتفرج عليها. أي حاجة لازم يتفرج عليها، يتفرج على قطعة خشب.
وهنا برضو في قسم للاطفال، لو انت معاك طفل عايز تجيبه هنا ممكن يتزحلق يركب شويه ملاهي حاجات كده صغيره يعني. هنا بقى برضو في قسم الجرارات. انا مش عارف ايه المميز انك تركب جرار، يعني دي حاجه مش حاجه جامده يعني، بس تقريبا هي حاجات قديمه جدا موجوده هنا. في جرارات كتير، في ناس كتير. المكان هنا جميل انك بس تتجول في بلد اصلا ممله، فلا المكان جميل يعني. هو حتى الاكل هنا مش غالي يعني، الاكل هنا في متناول الجميع، رخيص جدا زيه وزي اي مطعم بره وكمان ارخص، فمكان جميل. تعالى بقى نشوف ايه لو في حاجه تانية موجوده قدام، نروح نشوفها لان في حاجات كتيره لسه. دي انا اول مره في حياتي اشوف اللاما، بس رقبتها كتير عامله زي الجمل، يعني هي ولا منها معزه ولا منها جمل. كانت اول مره في حياتي اشوف اللاما. وهنا في الستيم انجن، الحاجات دي اللي احنا بنشوفها في الافلام القديمه. هو انا جبت معاه الدرون، بس الدرون في العربيه وانت بتسيب العربيه في مكان وبتركب اتوبيس وبتيجي هنا. فالجو الصبح كان بيشتي والجو ما كانش جميل يعني، ما كانش احسن حاجه، فسبت الدرون في العربيه. ما رضيتش اجيبها لان انا قلت مش هستخدمها، الدنيا بتشتي مش عارف اطيرها. بس انا ندمان دلوقتي الشمس طلعت والجو بقى حلو، المكان هنا جميل انك تطير فيه الدرون. الستيم انجن دي تلوث بيئي تدمر الكوكب. العربيات دي برضو غريبة شوية، هي الوش بتاعها بس هو اللي حديد، بس الباقي خشب. تحس نفسك برضو في فيلم كلاسيكي قديم بالاجواء اللي انت شايفها، العربيات الخشب والستيم انجن اللي وراك. فدي حاجات مش هتشوفها في يومك العادي، لازم تيجي زي احتفال او مكان كده بيتعمل مخصوص كل سنة. الناس بتجيب الحاجات اللي معاها دي وبتيجي هنا المكان ده اللي بيبيع حاجات واللي بيوري الناس شوية حاجات. في ناس بتغني هنا ورانا، كل واحد بيعمل حاجة معينة. في ناس بتبيع أكل، في ناس برضو بتجيب العربيات بتاعتها اللي هي الانتيكات اللي احنا شفناها من شوية دي، بيجيبوها هنا الناس تتفرج عليها. المدرسة دي حماية كان بيدرس فيها وهو صغير، هي مدرسة ابتدائي تقريبا، فكان بيدرس هنا وهو صغير. واحنا المهم احنا خلصنا من البتاعة دي ودلوقتي مروحين البيت. الاتوبيس جه الحمد لله، مش هنستنى خالص، فخلينا نروح ناخد الاتوبيس. يلا حماية شد حيلك يا حماية.